السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم حلقة جديدة من سلسلة الفنكوش. دلوقتي انا جاي اتكلم عن حاجة بصراحة قريبة الى قلبي شوية. في منطقة اسمها منطقة ارض الجمعيات. منطقة ارض الجمعيات دي ورا منطقة الاندلس. المنطقة دي كاسم انت ما تحبهاش، لكن منطقة ارض الجمعيات دي كلها اصلا كومباوندات، اذا كان اسكان متوسط او اسكان فاخر. تمام؟ حابب تعرف ايه فرق بين الاسكان المتوسط والاسكان الفاخر؟ ممكن تسالني وهجاوبك. في العموم في كذا كومباوند بتاع جمعيات، زي نادي القضاة، زي كومباوند ديار بتاع المخابرات، زي كذا حاجه. وموجود كمان هناك دار مصر الاندلس وسكن مصر، وفي كومباوندات بقى هناك زي روك فيرا، زي امورادا، زي الكومباوند اللي انا جاي اتكلم عنه النهارده، اللي هو كومباوند ايكون 1 و2 ايكون جاردنز. ده اخر طرح ليهم هو ايكون جاردنز. تمام؟ المشروع ده هتلاقي في ناس ابتدت تشتغل عليه الفتره الاخيره. طب ليه يا هندسه ما ابتدوا يشتغلوا عليه الفتره الاخيره؟ المشروع ده افضل قيمه مقابل سعر موجوده في التجمع مع مطور مسلم حاجه قبل كده. تمام؟ هتلاقي في ظهره مشاريع بتاعت شركات تانية زي كونكريت، وفي مشروع بتاع شركة ثراء موجود هناك في نفس المنطقة، وفي المشروع بتاع سامكو هولدنج. الشركات دي لسه ما سلمتش حاجة، انما الفرق ان ستايل هوم سلموا فعلا حاجات قبل كده. عندهم شقق غرفتين من اول 5 مليون تقسيط على 8 سنين، استلام 2.5 سنين فعلي، لكن 3 سنين في العقد فنقول 3 سنين. وعندهم 3 غرف مساحات حلوة قوي من اول 7 مليون تقسيط برضو على 8 سنين نفس الاستلام. الميزه في المشروع ده ان نسبه التحميل قليله قوي، وان الصافي بتاعك بيكتبه لك في العقد، ودي حاجه مش موجوده عند اي مطور تاني تقريبا. انا ما شفتهاش في عقود كتيره جدا في خلال سنين شغلي يعني. فبالنسبه للفنكوش بتاع ستايل هوم بتاع ايكون جاردنز، انا شايف ان انت تلحقه. ممكن كمان نخش الكومباوند الاولاني بتاعهم تشوف الصيانه. كومباوند عايش بقاله 4 سنين، الصيانه بتاعته مقبوله جدا وافضل من مشاريع كتيره اغلى بكتير. انا علي عبد العزيز معاكم، ولو احتجت اي نصيحه عقاريه تقدر تسالني، هجاوبك بكل صدق حتى لو مش هتشتري معايا.